أسباب رحيل كابتن خالد بيبو عن منصبه كمدير للكرة للنادي الأهلي. خلينا نسمع محمد بركات ونرجع لبعض مرة تانية. كابتن سيد عبد الحفيظ عمل حاجات كتيرة قوي إمم، كويسة، إمم، وكان مسيطر على أوضة اللبس، وكانت الدنيا كلها إمم، بيعرفها، والراجل كان الثواب والعقاب، إمم، وده ما بيزعلش حد، إمم، يعني الثواب والعقاب. يعني كابتن سيد كان اما يحب يفتح الدنيا وما بيفتحهاش قوي، يعني إمم، بيفتحها حاجة بسيطة. على قدّها. اما كان عايز بيلم الفرقة كان بيعرف يلم الفرقة. إمم، وخد بالك، النجاح في المكان دوت لأي حد مسؤول بقى، إمم، سواء مدير كورة، انت مشرف على الفريق، الكلام ده كله اول حاجة في النجاح إمم، ان انت اللي حواليك كلعيبة تبقى بتحبك. إمم، لعيب الكورة اما يكون بيحبك هيسمع لك وهيبقى مرتضي منك اي حاجة تقولها، سواء صحيح. الحاجة ديت كويسة إمم، او وحشة. لو انت معظم المجموعة اللي حواليك ما إمم، بتحبكش، إمم. هيبقى كله قاعد متحفز ده اللي لك. حصل مع خالد بيبو؟ لا، مش ده اللي حصل مع خالد بيبو، إمم، بالعكس، إمم، خالد بيبو شخصية متزنة جدا، أوي، وشخصية محترمة جدًا، ومهذب إلى جدًا، أبعد جدًا. الحدود. بس إمم، هي خالد بيبو يا كابتن مدحت اتضغط من أول لقطة، إمم. يعني من قبل ما يجي من بيتهم علشان يمسك، فجأة لقى نفسه مضغوط هو في وضع مقارنة. وفي وضع مقارنة. إمم، وفي الكورة ما ينفعش تقارن، الكورة بالذات إمم، عمرك ما ينفع تقارن تقول أصل رئيس النادي ده ورئيس النادي ده، إمم، أصل الجيل ده والجيل ده، إمم، أصل مدير الكورة دوت ومدير الكورة ده. لا، ده واحد من قبل ما يجي من البيت لقى ان الناس بتتكلم وقاعد عماله تسال، وسيد ما يمشيش وي وي والكلام من ده. نعم، فكره إمم، فكره ان سيد يمشي او ما يمشيش إمم. اكيد مش بتاعتي ولا بتاعت الكابتن مدحت، لا، لا، لأ، أنا باسأل دي رأيك. دي بتاعت النادي الاهلي. الإدارة. فالنادي الاهلي إمم، كاداره إمم. احنا كلنا نثق في قراراتهم، خدوا قرار ان الراجل ده خلاص ما فيش كلام. وقدم اللي هو عمله. إمم، هي بقى المشكله بقى ان خالد ابتدى يتهاجم من اول يوم إمم. ابتدى يجي فيه. أيوه صح. وبعد كده لا، بعد كده الدنيا بقت إمم، هاديه، وخالد إمم. كان عنده كياسه بشكل كبير جدا، وكان جدًا. عنده هدوء غير، وتحمّل. وتحمل اللي إمم، ما يتحملوش حد. إمم. وبالعكس الدنيا مشيت مع خالد بعد كده كويس. طبعًا. جينا في الاخر، في اخر الموسم بقى بعد كده سمعنا بقى الموضوع، ولا إمم، وكولر اصل المنصب إمم، مش المنصب، إمم، هو الراجل اصله بيفضل حاجه تانية ما بيفضلش حاجه تانية. برضو إمم. ده يرجع للراجل المدير الفني اذا كان مش مرتاح ده إذا كان هو اللي طلب. بالظبط أنت عندك يعني. معلومة إن هو اللي طلب؟ لا يعني بص، انا ما اقدرش اكد لك بحاجه، آه. ما اقدرش لو اتعرض عليك كمدير كرة للنادي الأهلي تروح؟ مين انا؟ أها. اكيد هطلع اجري يعني في النادي الاهلي طبعا اكيد. لو اتعرض عليك اه تروح. طبعا. تتمناها؟ اتمنى خدمه النادي الاهلي في اي وقت. أنت أستاذ في الردود. طيب. ميرسي يا كابتن لا احنا لسه قاعدين مع بعض قاعدينش شويه. كتير. قاعدين طول السنة إن شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا كده تعليق الكابتن محمد بركات على أسباب رحيل الكابتن خالد بيبو، وإن قال طبعا إن الراجل كان مضغوط من البداية، وإن الإعلام والجماهير ضغطوه بشكل كبير جدا، زائد إن الكابتن سيد طبعا كان مقدم نجاحات كبيرة جدا في المنصب دوت، وهو كان موجود قبل الكابتن خالد بيبو، وبالتالي المقارنات في الكورة قال ان هي ما تنفعش، فسيبوا الناس ان هي تشتغل. واتقال له طبعا من كابتن مدحت شلبي لو اتعرض عليك المنصب دوت في النادي الاهلي هتروح ولا لا؟ فطبعا الراجل قال اكيد طبعا هاجر على طول، وده بيتي وده النادي الاهلي. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معانا لنهاية تضغط لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.